السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هعمل لكم كيكة اللي هي اسمها مسخسخة. ان شاء الله تعجبكم. عندي هنا كوباية ونص دقيق، عليها معلقة كبيرة خميرة، وعليها ذرة ملح، وعندي هنا 4 بيضات وفانيليا، وعندي معلقة نشا، وعندي كوباية سكر بودرة. ان شاء الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا اول حاجة البيض، نكسر البيض. ادي كسرت البيض. عندي فانيليا، بسم الله، نحط عليها ونحط السكر البودرة. بسم الله الرحمن الرحيم، كوباية. هنضرب بالمضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. بص كده ويكمل فيديو. هنا عملنا البيض، ضربناه كده لحد ما ناعم. هو كده كده اصلا السكر ناعم فهيدوب بسرعه معاكي. بعد كده نحط عليهم طبعا الدقيق، احنا نخلينه كوبايه ونص، وعليها معلقه من ديت كده بيكنج باودر وذره ملح. خلاص نقلبهم كده وننزلهم على البيض والسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندنا صينيه مدهونه هنصبها فيها دلوقتي ان شاء الله. بالشكل ده كده. ناخد الجناب دي كده هنا. عندي صينيه مدهونه سمنه، هننزل عليها الخليط. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الخليط كله ندقه كده، ندخلها على فرن حامي طبعا قبل ما نشتغل نولع الفرن لمدة 30 دقيقة. عندي هنا على النار كوباية سكر. بسم الله الرحمن الرحيم. هنخليها على النار كده لحد ما السكر لوحده يدوب. هنا كوباية سكر، المعيار دوت اللي عيننا بالدقيق. هنخليها على النار كده لحد ما يكرمل لوحده، ما نجيش جنبه عشان ما يخرص. عندي هنا كوباية لبن. عندي هنا كوباية لبن، وعندي معلقة نشا هنحطهم على بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهقول لكم دلوقتي هنحطهم على ايه.
المرحله دي كده نقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. يكتل معاكي ما تقلقيش خالص. انا خد مني هنا نص كوبايه لبن تاني، متقلقوش. هو بس لما بيكتل كده بيرجع تاني يفك، تاخد بس غلوتين عشان النشا تستوي. شكله عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. اول بس ما يعمل فقاقيع كده خلاص استوى. عشان العين بس يتطفت خفيف خالص كده، على اخف حاجه، نار مش عاليه، وهيبقى بالمنظر ده كده. اول بس ما يعمل فقفيقه معانا كده خلاص كده يبقى النشا استوت. اهو شايفين؟ بس كده ننزله من على النار. انا هنا نسيت احط له معلقه سمنه. ممكن دلوقتي في المرحله دي هو كده كده سخن، هتديله لمعه بس كده. كده خلاص، مجرد انها ساحت بس معاه، تديله بس لمعه كده. بصوا القوام بتاعه عامل ازاي ما شاء الله. بص بقى على الكيكه، وادي هنا الكيكه. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا شايفينها كده؟ بسم الله ما شاء الله. تختبروها بالخله، حطيها كده، لو طلعت نضيفه معاكي تبقى مستويه. احنا هنغززها كده بتاعت الشيش تفوح كده. احنا بنعملها كده عشان ايه؟ نشربها لبن. بسم الله الرحمن الرحيم. خدت معايا بالظبط ربع ساعه في الفرن. عندي بقى كوبايه لبن، اجيب كوبايه لبن اهيت. لو محتاجين اكتر من كده مفيش مشكله، احنا نسقيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين تسقوها اكتر مفيش مشكله، نديها كمان نص كوبايه. ادي نص كوبايه كمان اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي ما بيحبش فيها لبن كتير ما يحطش، يعني كفايه عليه نص كوبايه او كوبايه الا ربع. بس هي اللبن هيخليها طريه كده وجوس، وهتبقى جميله جدا ان شاء الله. نخليها بقى لما نبرد، ما نقدرش نحط عليها كريم كراميل الا لما نعمل لسه عندنا كريمه المنظر ده كده دريم. انا جايبه كيس هضربه مع كوبايه لبن، اوريكم دلوقتي. هنا عندنا كوبايه لبن فيها ممكن تلج، تحطي تلج وممكن ميه ساقعه. نحط الكريم جانتيه
هنا هنحط كريم جانتيه. نحط كله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بقى بالمنظر ده كده. طبعا هنا عندنا الكيكه بردت، هننزل عليها الكريمه ديت. هننزل الكريمه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نفردها كده. نفردها وارجع لكم. ننزل كده بالكريم كراميل احنا عاملينه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى بالشكل ده كده. نقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحطيها في التلاجة شويه تجمد، مش مشكله. بسم الله. وادي بعد ما خلصت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين اللبن فيها عامل ازاي؟ بعد كده تاكلوها بالهنا والشفا. وكل هي كده بعد ما طلعت وخدنا منها خرطه بس قطعناها كلها ما شاء الله طريه. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.